هنا كاس العالم في قلب التتش العظيم. هناك جلسة تصويرية داخل التتش وسيشن كامل للاعبين الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة مع بطولة كاس العالم الأندية والسيشن لدرع البطولة غدا الخميس، ثم يتجه الدرع البطولة إلى الأقصر مساء غدا الاحتفالية الأكبر داخل معبد حتشبسوت. مارسيل كولر، مباراة الأهلي والزمالك تكون مشوقة قبل مواعيدها بأسابيع. إذا كانت لدينا مباراة أخرى قبل مباراة القمة ب3 أيام فسيكون من الصعب التصرف، لأن اللاعبين مشتاقين لمباراة القمة. لاعب الاهلي السابق ولاعب بيراميدز السابق احمد فتحي رفض 50 مليون جنيه من نادي الزمالك، وكان عقده مع الاهلي ساعتها 3 مليون جنيه، وده سبب انني اهلاوي وبحب النادي واخترت تاريخي مع النادي الاهلي. انا محسوب على جمهور الاهلي، ولو رجع بيا الزمن هرفض عرض الزمالك تاني. كابتن احمد شوبير بن شرقي هيرجع على مباراة الزمالك، بس انا بقول لكم مش هيقدر يجهز بنسبة 100%. لو رجع ممكن ياخد جزء من المباراة او اخر ربع ساعة، وممكن ما يلعبش خالص. كولر عايز ياخد الاعداد البدني الجيد عشان يقدر يلعب بافضل صورة ممكنة. اشرف بن شرقي. كابتن احمد شوبير كمان اكد على ان اشرف بن شرقي فيه لمسه وفاء للاعب عبد الرحمن النويري، لاعب المغربي اللي في غيبوبه بقاله سنين، ربنا يتم شفاه على خير. قرار ارتداء القميص رقم 34 ده اختيار اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي رسميا هيكون هيلبس رقم 34 مش 11 زي ما الناس قالت. هيكون جاهز برقم 34 علشان طبعا اللاعب بلدياته عبد الرحمن نويري اللي في غيبوبة بقاله كتير جدا، بقاله سنين، وربنا يشفيه ويقومه بالسلامة لأهله، وإن شاء الله يرجع للملاعب تاني من جديد. بس كده أنا خلصت حلقتي، كانت حلقة بسيطة كده، حبيت إن أنا أطلع معاكم. ولو ما ضغطش على اللايك اضغط على اللايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس، واستنوني في حلقات جامده جدا 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 في حلقه جديده. السلام عليكم.